عالسلامة، شكون فيكم يعرف المعركة اللي أنقذت الإسلام والمسلمين من غزو المغول؟ اليوم باش نحكيو على معركة عين جالوت. دولة المغول تأسست سنة 1206 على يد جنكيز خان. الهدف الأساسي متاعها كان التوسع في كل الاتجاهات، ومع انتشار التوسعات متاعها وصلت سطوتها للمناطق الإسلامية، واحتلت برشا مدن كيما بخارى وسمرقند وأنهت حكم الدولة الخوارزمية. وسنة 1258 هاجم المغول بقيادة هولاكو حاضرة الخلافة العباسية بغداد، دمروا المدينة وقتلوا الخليفة المستعصم بالله دهسا بالأقدام، وأنهوا حكم الدولة العباسية في مشهد مأساوي. واصل المغول تقدمهم نحو الشام، والهدف متاعهم كان مصر والمغرب الإسلامي والقضاء على حكم المسلمين في المنطقة. مصر كانت تحت حكم المماليك وكانت تعيش اضطرابات سياسية كبيرة، وفي الفترة هذيك استقر الحكم سيف الدين قطز اللي وحد المماليك وقاد الجيش لمواجهة المغول. قطز حارب حالة الهزيمة المنتشرة في صفوف المسلمين ورعبهم من المغول، واقتل رسل هولاكو وعلق الجثث متاعهم على أسوار القاهرة. وسنة 1260 توحد سيف الدين قطز مع الظاهر بيبرس وتوجهوا بجيش المماليك إلى ساحل عين جالوت، وين دارت المعركة وكانت الغلبة للمسلمين. بعد انتشار خبر النصر على المغول، المسلمين تشجعوا وبداوا يواجهوا في قادة المغول الموجودين في مدنهم، وسيف الدين قطز حرر دمشق، والظاهر بيبرس تمكن من تحرير حمص وحماة. معركة عين جالوت كانت بداية تطهير بلاد المسلمين من همجية المغول. المعركة اللي أكدت أن المسلمين حققوا النصر إلا بوحدتهم أمام أعدائهم، وأكدت زاد أنه أكبر هزيمة نجم تبارك الإنسان والدول والأمم هي الهزيمة النفسية.